يبدو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كطفل غير مبال يجلس في آخر الحجرة الدراسية بالنسبة لنظيره الأمريكي باراك أوباما، رغم تأكيده أن العلاقة بين البلدين ما زالت تتمتع بنوع من الودية. يبدو كطفل غير مبالي يجلس في نهاية الصف الدراسي. هذا التصريح لم يلقى أي تعليق من طرف الرئيس الروسي أو مسؤوليه. رد الفعل الأمريكي على قرار روسيا منح اللجوء للموظف السابق في الاستخبارات الأمريكية إدوارد سنودن كان بإلغاء واشنطن من جانب واحد لقاء كان سيجمع أوباما وبوتين قبيل قمة مجموعة ال20. روسيا أيضا قالت إنها لن تتخذ أي إجراء ردا على قرار إلغاء لقاء مقرر. بالنسبة لكثير من المراقبين تشير هذه التصرفات إلى توتر عميق بين البلدين يغذيه بشكل مستمر الصدام بشأن الأزمة السورية. خلافات أعادت مصطلح الحرب الباردة إلى تصريحات مسؤولي البلدين، فأوباما اعتبر أنه ومنذ عودة بوتين إلى الحكم عاد خطاب تلك الحقبة. منذ أن عاد بوتين إلى السلطة شهدنا عودة صعود الخطاب المعادي للأمريكيين من الجانب الروسي الذي يشبه الخطب النمطية في الحرب الباردة. كما أن هذا المصطلح ظهر أيضا في تصريحات وزير الخارجية الروسي أثناء لقائه نظيره الأمريكي. ليس لدينا أي حرب باردة، بل لدينا علاقات وثيقة. هذا يعني أن الصراع السوري المندلع منذ 2.5 عام تجاوز حدود سوريا والدول المجاورة، وتؤكد ذلك التقارير الاستخباراتية الغربية المتخوفة من تأثير الأزمة السورية على الأمن القومي العالمي والعلاقات في المجتمع الدولي. مؤشرات الحرب الباردة هذه تتعمق مع عدم وجود أي دلائل في الأفق على قرب انتهاء المواجهات الدامية المستمرة في سوريا، بل على العكس تمتد هذه المواجهات إلى مناطق أوسع وتزداد شراسة وتعقيدا.